السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولقاء جديد ومتغير مع عشاق الكرة مع حلاوة الكرام. أهلا وسهلا بحضراتكم، وأنا جاي النهاردة أكلمكم عن مباراة الزمالك وشباب بلوزداد. بصراحة يا جماعة لكل جماهير الزمالك وعشاق الزمالك أنا حزين على الفرقة دي. الفرقة دي بسم الله ما شاء الله ولا أي حاجة، بسم الله ما شاء الله، لا تعرف لا إدارة وحاجة زي الزفت، ولا فرقه وحاجه زفتين ثلاثه، يعني مفيش لعيبه رجاله ولا مدرب، وزي الزفتين ثلاثه اربعه زي بعض. الكل جماهير الزمالك تستحملني في الفيديو ده. انا قسما بالله ما بتكلم من منطلق ان انا اهلاوي وزملكاوي وكده، انا بتكلم من منطلق واحد بيحب الكوره وهيتكلم عليها بعدل. الزمالك شباب بلوزداد، انت رايح ماتش مصيري، رايح ماتش بيدك انك تكسب تصعد، ما كسبتش تتعادل يبقى ليك حظوظ ولا يكن اقل شويه من شباب بلوزداد، بس في حظوظ لا ممكن تنفع معاك وممكن ما تنفعش معاك، انما ليك حظوظ. ليه ارمي بكل حظوظي؟ تعالى الزمالك امبارح والله ولا تكتيك ولا نيله، كل اللي يعرف يعمل حاجه يعملها هو المدرب. انا ما اعرفش ازاي دي فرقه بتتدرب، ازاي دي فرقه بتتفرج وفي تكتيكات لبلوزداد وفي استحاله دي تكون فرقه بتتدرب على تكتيك ولا على خطه ولا على اي حاجه. انا واثق مليون في الميه ان اللعيبه دي وقفوا مع بعض في نص الملعب قالوا يا رجاله سيبكم من الراجل الكبير العبيط اللي بره ده، واللي يعرف يعمل حاجه يعملها وبس. على كده انا عاوز اعرف حاجه، انت بتلعب امبارح ب5-3-2 او ب5-2-3 اي ما يكون التشكيل بتاعك، انت بتلعب هل هتلعب زوم ديفنس وعلى الهجمه المرتده؟ ده اللي كان واضح في البدايه. هيلعب ب5 ورا وهيلعب ب2 ارتكاز وهيلعب ب3 قدام وزوم ديفنس، هنقفل كل نقطتنا ونلعب على المرتده. هات لي جمله واحده توحد ربنا طول ال90 دقيقه الزمالك عارف يعملها. تخيل يا مؤمن نص ملعب فيه دونجا وروقه، يا اخي قسما بالله ما رضاهم لألد اعدائي. دونجا وروقه مفيش خالص ابيض. المفروض انت هتلعب ب2 ارتكاز كويس وارتكاز دفاعي ورقم 6 وكلام زي كده. هل بيعرف يطلع بالكوره؟ ما بيعرفش يطلع بالكوره. طب تعالى في الثلاثه اللي قدام، زيزو كويس، حاطط لي زيزو، حاطط لي جزيري، حاطط لي مصطفى شلبي. لا مفيش، اللعيبه واقفه بص مستسلمه، باص 2 طفش وطفش. ايه يا ريته بتلعبها، يعني المفروض انا بلعب ضغط زوم ديفنس وهطلع الكوره. كانوا بيتكلموا كده في مدارس الناشئين زمان، لما بتحب تطلع الكوره طلعها لصدر المهاجم بتاعك، بمعنى اصح تشيلها من تحت وتنزل لصدر المهاجم يعرف يعمل مرتد علينا. انما لا، ده دول بيطفش وش رجل، يلا في الاوت، يلا في الركنيه، يلا في السبت، يلا في اي حاجه وخلاص. ايه ده كل ده يا جماعه؟ انتوا بتلعبوا امبارح في الجزائر، باحترامي لفرقه الجزائر والله الفرقه على قدها خالص، ما فيهاش لدرجه انت وصلت لحد دقيقه 80 وجات لك فرصه. طب انت تعالى خالد دلوقتي مشكله مصر كلها في راس الحربه. تعالى انت دلوقتي رحت ماشي في الانتقالات الشتويه ورحت متخانق كزمالك ورحت اتحاد كوره وخربت الدنيا، واتكلمت على ايه؟ على ان انا في صفقتين جبتهم اللي هو ناصر منسي واحمد بالحاج. ليه جبت الصفقتين دول يا عم الزمالك؟ عشان يدعموا لي راس الحربه وصانع الالعاب وكلام زي كده. تعالى ناصر منسي ما لعبش ولا ماتش حد الان، ممكن لعبهم 5 دقائق في 10 دقائق، ممكن لا يقل عن حاضر 7-8 ماتشات، هم 5 دقائق في 10 دقائق في 3 دقائق. اركن ناصر منسي. احمد بالحاج مفيش خالص. طب ليه؟ ليه الخوف ده؟ ورجعت لخطتك القديمه ب5 ورا. ليه؟ بتلعب برشلونه، بتلعب انت عملتها في ماتش انبي وخسرت. يعني ماتش انبي وخسرت يا جماعه. مع احترامي لفييرا، فييرا بياكل عيش، اقسم بالله فييرا ما عنده جديد، على راي الكابتن هيثم الكابتن نادي الزمالك بيتكلم بيقول لك فييرا ليمونه واتعصرت. فييرا ليمونه واتعصرت. انت دلوقتي مفيش جديد كفييرا، مفيش جديد. روح. تعال نتكلم دلوقتي في نقطه تاني كويس. اسامه نبيل بتعمل ايه معاه؟ مفيش، قاعد على الدكه. بص ارزاق، الناس دي بتاخد فلوس من لحم الزمالك والجمهور يولع. ايه ده كل ده؟ ايه؟ اداره زفت، صفقات زفتين، إيه لعيبه 33 زفت.
لعيبه ولا بتلعب ولا بتتحرك ولا تكتيك ولا اي حاجه ولا بيتحركوا. يعني نعرف في التكتيك الزمالك بتاع امبارح ده هنقف كلنا خطوطنا متقاربه من بعض، عشان خاطر لما لعيب يتعدى من لعيب يلاقي الثاني والثالث وهكذا. يبقى نقف واحد جنب واحد جنب واحد، خطوط قريبه. والكوره اول ما تتقطع يبقى المفروض الثلاثه المدافعين تقطع الكوره اول حاجه ترمي لنص الملعب، لا اما ترمي على طرف من الطرفين تشيلها يا حبيبي، تشيلها من تحت لفوق الطرف من الطرفين، وليكن زيزو السريع نحطها له، او اشيلها لراس الحربه يريحها لزيزو ويتحرك. ده اسمه المرتده، ده اسمها مملوك المرتدات. انتوا بتتفرجوا على الكوره خالص؟ الريال بياخد دوري الابطال هي اللعبه دي. ميليتاو ناتشو يقطع الكوره، كريم بنزيما يحط في فينيسيوس ويتحرك 1-2 جون. هو ده المرتدات يا جماعه. بتتفرجوا على الكوره؟ اتفرجوا على الكوره الايطاليه هكذا. انتر بيعملها، انتر بيلعب ب5 ورا، خلي في علمكم. انتر ميلان بيلعب ب5 ورا، وصل ربع نهائي باللعبه دي. يطلع على ايدن جيكو يحط لوتارو مارتينيز ويحرك معاه الاطراف، او لوكاكو في حضوره يطلع على لوكاكو. المدافعين بتشيلها ازاي؟ نص الملعب بينزل ياخد الكوره من تحت، ما بيطفش كده وخلاص. انما الزمالك احنا واقفين خلاص، طفش مفيش ولا لعبه. ثانيا القدر نصفك يا عم الجزيري في كوره وعديت جون يا راجل فوق، شب الحارس طالع نايم والدنيا راح حطها له تحت برضه. لو الزمالك جابها كان ممكن يصعد. بس انا يعني صراحه اقسم بالله لو ما كان جمهور الزمالك ما ازعل. ليه؟ ما يزعلش؟ ليه يا حلاوه ما ازعلش؟ كان نفسي في الصعود وكده. تصعد تروح فين؟ تصعد انت بالفرقه دي والتهلهل ده، هتقابل فرقه زي صن داونز انت صاعد تاني وهم صاعدين اول، يمسكوك يرصوك 5-6 على الرايح. ده الاهلي اللي ممسوك شويه، صن داونز مسح بيه النجيله. انت هتروح له تعمل له ايه؟ يبقى انت الحمد لله لمها من بدري. اداره بتقطع في بعض، تسريب عقود للعيبه، تشتت اللعيبه، تشتت الاداره، تشتت كل حاجه. ايه ده؟ ولا راضيين يسلموا الاداره بمرتضى منصور، ولا راضيين يجيبوا واحد مكانه، ولا راضيين يعملوا انتخابات مبكره، ولا راضيين اي حاجه خالص. وكل انه يطلع جمال عبد الحميد ويطلع ده ويطلع ده ويتكلم. اصل بص المنافس، اصل بص مش عارف ايه. يا عم بص في ورقتك وركز في فرقتك بقى وخلص. الزمالك بقى وحش، كورته وحشه، فرقه مفيش. الزمالك ما عندوش حاجه غير حاجه واحده بس، يركز في الدوري عشان يلحق مركز مؤهل للابطال السنه الجايه. الزمالك مصيره صعب، مصيره بقى مستحيل، ان هو مش ناقص. دي اخر حاجه ممكن يعتمد عليها الزمالك السنه دي. والبطوله العربيه يحاول بقدر الامكان يطلع باكتر المكاسب، اللي هو يحاول يصعد عشان ياخد اكتر مكاسب ماديه تساعد اللعيبه دي. وانا بتمنى للزمالك كل خير، وبتمنى له والله العظيم انه يلعب كوره حلوه. واطلع هنا قدام الكاميرا دي واقول لكم الزمالك لعب كوره حلوه، الزمالك لعب كذا، الزمالك بقى فرقه ممتعه. انت الزمالك بيلقب عليها اللقب ايه؟ فن والهندسه. فلا في فن ولا في هندسه ولا في اي حاجه خالص، ولا في كوره ولا في اي حاجه خالص. دمرتوا اللعيبه واللعيبه دمرت نفسها والاداره مدمره الدنيا وعقود بتتسرب ودنيا مفيش. انا اول مره اشوف كده في تاريخ حياتي. بتمنى الكوره في مصر تفرجع عشان خاطر مفيش كوره فيها قسما بالله، لا اداره ولا زفت ولا نيله. انا اسف على الاطاله، وباذن الله هيبقى لينا لقاء في قرعه دوري الابطال، وهنتوقع مين هيلعب ازاي ومين هيلاعب مين، ونحط توقعاتنا مع بعض. وبتمنى اكون مش طولت عليكم وما اكونش مرخم عليكم، واسف على الغياب الكتير يا جماعه والله غصب عني، وكنت بحاول اطور من محتوى القناه شويه، وباذن الله معاكم نقدر نطور اكتر واكتر، وبدعمكم لينا نطور اكتر واكتر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.